السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده ان شاء الله هنعمل فيه شويه تفريزات من الخضار لشهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. هيوفروا علينا وقت ومجهود عشان خاطر بقى نوفر وقت رمضان دوت للعباده ان شاء الله. مش شرط تعملي كل الخضار مره واحده، بس اعملي شويه بشويه. كل ما تنزلي السوق هاتي شويه اعملي. يلا بينا نشوف عملناهم ازاي. بس الاول لو مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي الجرس وما تنسيش اللايك. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف عملناها ازاي. اول حاجه جبت الخضار كله معايا البسله، قعدت كده فصصتها، خليت الخضره لوحديها، ولو قابلني كده واحده ناشفه بركنها شويه عشان خاطر اعمل الناشف كله على بعضيه. دول 5 كيلو بسله، طلعت منهم حوالي كيلو كده ناشف بالشكل ده كده. الباقي كله دوت كان اخضر خالص لكن ده ناشف، فخليت الناشف دوت اعمله لوحديه عشان خاطر اديله سنه زياده في السليق بتاعها. وانا بسلقها اديها سنه زياده عشان خاطر تستوي معايا على طول. ومعايا كمان 5 كيلو طماطم هعملهم صلصه. اول حاجه جبت الطماطم غسلتها كويس، وهشيل الحته بتاعتها اللي فوق دي واقطعها كده 4 تربع، او ممكن تحطيها سليمه زي ما هي في الحله من غير ولا نقطه ميه. لو انت هتحطيها سليمه ممكن تحطي معاها نص كوبايه ميه بس عشان خاطر على ما تدبل كده وتبدا تنزل ميتها ما تكونش نشفت ولا لزقت في الحله. غطيتها بقى وحطيتها على النار واسيبها تسبك. دلوقتي بقى افصص بقيه البسله. لو قابلني واحده خضره كده بعملها على الاخضر اللي انا عاملاه الاول، والناشف دوت بعمله كله لوحديه عشان خاطر اديله سنه زياده كده في السلي. كده خلاص خلصت البسله كلها تفصيص. دلوقتي بقى اجيب الجزر، هقشره طبعا كله الاول. هعمل بقى كميه جزر بزياده شويه، احط شويه على البسله واخلي حبه برده كده افرزهم لوحديهم عشان ممكن احتاجهم في اي حاجه، في اي طواجن او صواني او شوربه، في اي حاجه يكون عندي، لان الجزر دلوقتي حلوه قوي. الجزر دلوقتي في الشتاء حلو قوي لكن في الصيف بيكون ناشف كده وطعمه مش حلو. دلوقتي بقى هقطعه مكعبات. خلي المكعبات كده كلها قد بعضيها، ما تصغرهاش قوي قوي ولا كمان كبيره قوي، خليها متوسطه كده، اكبر من حبايه البسله بشويه صغير. خلصت الجزر. دلوقتي هعمل الكوسه. انا مش هكتر الكوسه، بس كيلو واحد كده او كيلو ونص هعمله كده على الشوربه بس، على حبه شوربه خضار، او ممكن اعمل كيس واحد بس للخضار للطبيخ. اقطعها بقى دواير كده، ولو كبيره شويه معاكي قطعيها نصين. اقطعها متوسطه كده، ما خليهاش رقيقه قوي تتهري مني ولا تكون تخينه. في شوربه الخضار برضو الكوسه بتكون حلوه قوي. هي الكوسه من الحاجات اللي هي ما بتقعدش كتير في الفريزر، يعني هي موجوده على طول، فما تخزنيش منها كتير. حبه يدوب كده عشان خاطر يوفروا علينا الوقت بس في رمضان، لكن هي مش بتقعد كتير قوي في الفريزر. خلصت الكوسه. دلوقتي بقى بقلب كده الجزر على البسله. حطيت حبه دي البسله دي اللي هي ناشفه كده مخليها لوحديها عشان اتك عليها شويه في السليق. ودي برضو حطيت عليها، شوفها محتاجه ايه تاني. ادي الكوسه. دلوقتي بقى هعمل المحلول اللي انا هعمل فيه البسله والكوسه والجزر كل حاجه. معايا حله ميه على النار، اول ما تبتدي تغلي كده حطيت فيها معلقتين خل ومعلقه سكر، ونزلت بالبسله. انا حطيت الخضره الاول، هديها غلوه واحده بس، يعني لو الميه بتغلي عندك وحطيتيها غلوه واحده بس وشيلي على طول. لكن لو انتي حطاها من قبل الميه ما تغلي، انا حطيتها اول ما الميه بدات تغلي كده، قبل ما تغلي بشويه حطيتها. شايفين لونها خضر ازاي؟ ما سيبهاش طبعا تستوي عن كده. قعدت حوالي 5 دقايق كده، وقبل الميه ما تقلب كمان قمت شايلاها. لكن لو الميه بتغلي عندك حطيها غلوه واحده بالظبط، دقيقه واحده بالظبط، مش اكتر من كده. دي بقى اللي هي الحبه التانيين اللي هم كانوا ناشفين شويه، بسيبهم يغلوا غلوتين 3 كده عشان خاطر طبعا بياخدوا سوا شويه. اللي بتكون ناشفه دي بتاخد سوا شويه. طبعا لازم اطلعها على ميه ساقعه، بطلعها على ميه ساقعه وتحت الحنفيه بقى على طول. وفي نفس الميه برضو الجزر، الميه فيها معلقه سكر ومعلقتين خل، مش اكتر من كده. وبعد الجزر برضو غلوه واحده بالظبط حطيت الكوسه. طبعا الكوسه ما بتستحملش، حطيتها نص دقيقه وشلتها على طول. المحلول ده بيحافظ عليها كده عشان خاطر ما تستكش كده معاكي. ساعات الكوسه بتبقى عامله زي الكاوتش كده، لكن لما تحط في المحلول دوت بتخليها دايبه كده وبتكون طعمها حلو. طبعا لازم اشيلها تحت الميه على طول، اخدهم تحت الميه الساقعه على طول وبعدين اسيبهم يتصفوا خالص. دلوقتي الطماطم كمان استوت، يا اما اسيبها تبرد واضربها في الخلاط او اضربها بالهاند بلندر. طبعا لازم بعد ما اضربها كده اسيبها تغلي غلوتين، اضربها كويس لحد ما انعمها خالص. وبعد كده طبعا لازم اصفيها. لو انا متاكده ان هي للمحشي بس مش شرط اصفيها، لكن انا عاملاها للخضار كمان فعشان كده بصفيها. لو انا حطاها خضره ضربها كده في الخلاط خضره مش شرط تتصفى، لكن هي لما بتستوي كده القشره بتاعتها بتبقى ناشفه قوي، بتبقى لازم تتشال. خلاص كده صفيتها كلها بالمصفى. هحطها بقى تاخد غلوه كمان، وحطيت عليها معلقه سكر ومعلقه ملح. دي ماده حافظه ليها، ما تحطيش اكتر من كده. وعبي بقى في الكيس بتاعك على قد ما هتعملي، يعني دول 5 كيلو طماطم انا حطيتهم في 6 كيس، او تحطي بقى على قد الطبخه بتاعتك.
دي اجمل طريقه للطماطم. طبعا بسيبها مش بتقلها قوي قوي، لازم اسيبها فيها سنه ميه كده عشان خاطر لما تيجي تعملي عليها البصله تسوي البصله. كده الخضار بتاعي خلاص ناشف، اتصفى خالص من الميه. دلوقتي بقى هبدا اعبيه. بعد ما عبيت الطماطم هعبي الاول البسله، حطيت اللي هي ناشفه شويه اللي انا عملتها دي كلها في كيس واحد عشان خاطر سواها يكون مع بعضه. ده حوالي كيلو عملته في كيس واحد، والاربعة كيلو الباقيين بقى هعملهم كمان في 5 اكياس. وسبت شويه كده عشان خاطر اعملهم في شوربه الخضار. سبت حبه حوالي كيس واحد كده، قسمتهم في 3 اكياس مع الكوسه مع الجزر لشوربه الخضار. طبعا لازم تتفرد كده ولازم تكون ناشفه خالص في الكيس، واطلع الهواء منها كويس، ما خليش اي هواء خالص في الكيس. ده بيساعد على انها تنها سليمه ما يحصلهاش اي حاجه. الهواء مشفوط خالص من الكياس. كده خلاص خلصتها. ودلوقتي بعمل كمان الكوسه. عبيت الجزر كله اللي باقي، وعبيت كيس واحد من الخضار للكوسه، والباقي عملته على 3 اكياس للشوربه. تكون حلوه قوي في الشوربه. وان انا سبتها لوحديها دي هي والجزر، ممكن برضو بعد كده اقلب عليها للشوربه، او لو احتجتها بقى خضار كده طبيخ ماشي زي ما احب بقى اعملها. طريقه متجربه كتير قبل كده وطعمها حلو قوي، بتطلع زي الطازه بالظبط، هتوفر عليكي وقت، وكمان زي الطازه بالظبط، مش محتاجه بقى ان انت تكوني شاريها طازه ولا حاجه. وطبعا اللي عايزه تجيبيه تاني بقى من الخضار هاتيه. يعني انا عملت قبل كده الولاس بيتقشر كده ويتقطع ويتحط زي ما هو، كمان السبانخ تتغسل كويس وتنشف وتتقطع وزي ما هي برضو في الفريزر، والفاصوليا بتتعمل بنفس طريقه الخضار دي. كل الحاجات دي مش بتاخد معانا وقت وبتوفر علينا وقت في رمضان. ممكن كل ما تنزلي السوق كده تجيبي شويه بشويه، مش شرط كله مره واحدة. بس كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.